نهاية مباريات اليوم، الدوري أصبح مشتعل مشتعل. الزمالك يفوز على حرس الحدود 2-0. بيراميدز يفوز على سيراميك كليوباترا 1-0. غزل المحلة وزد 0-0. الإسماعيلي وواد دجلة 2-1 للواد دجلة. والدوري أصبح مشتعل على الإطلاق. النهاردة مباريات الدوري المصري كلها كانت تتلعب في وقت واحد، في وقت واحد. في مباراة من ضمن المباريات اللي كانت تتلعب النهاردة ما اتذاعتش على قناة أون، اتذاعت على قناة اسمها اكسترا أو حاجة زي كده. المهم، أنا بقول لك القصة دي كلها إنه في حوار كبير يعني. في ماتش سيراميكا وبيراميدز، لاعب اتطرد من سيراميكا. الحكم اللي طرده محمد معروف كان حكم المباراة. طرد اللاعب. لمسة يد تطرد لاعب. ظلم بين عين عينك. الله أعلم محمد معروف ده واخد إيه، ما تعرفش. بس أكيد ليها 50 سبب إنه طرد ما يستاهلش إنه ياخد طرد أساسا. وظلم عين عينك وتوجيه الدوري عين عينك. لو جينا بصينا على جدول الترتيب، هتبص تلاقي سيراميك كليوباترا لاعب 17 مباراة معاه 35 نقطة. الزمالك لاعب 16 مباراة معاه 34 نقطة. بيراميدز لاعب 16 مباراة معاه 34 نقطة. الأهلي لاعب 16 مباراة معاه 33 نقطة. الفرق ما بين الأهلي والزمالك وبيراميدز فرق نقطة. الزمالك وبيراميدز معدين الأهلي بنقطة. وإن شاء الله تتعوض. إن شاء الله هتتعوض في القادم. كده كده الله أعلم اللي جاي. كتير اللي هيوقع، ما تعرفش الدوري رايح فين وجاي منين، بس إن شاء الله الدوري في الجزيرة. سلام.